السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. هنعمل مع بعض النهارده الفطاير القمر اللي احنا شايفينها مع بعض دي. حبايبي واخواتي اللي بيتابعوني من بدايه القناه يعرفوا كويس جدا دي الفطاير اللي عملناها مع بعض في بدايه القناه، فطاير بطريقه مختلفه لذيذه وطعمها يجنن. التسويه الصح جدا، الطعم الخطير، وكمان حشوات مختلفه حلو وحادق. لايك وشير للفيديو القمر ده، ويلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبسم الله. ومعايا في البداية نبدأ ان احنا نجهز الحشوة اللي احنا هنستخدمها النهاردة كريمة الكاسترد. ومعايا نص كيلو من اللبن الحليب، تقدري تستخدمي اللبن السايب او المعبأ زي ما مستخدمين مع بعض. ومعايا ربع كوب من الكريمة اللباني، تقدري تستغني عنها لو انت مش متوفرة عندك، مفيش مشكلة خالص، لكن بتدي طعم غني جدا. ومعايا ربع كوب من السكر، حوالي 4 معالق كبار من السكر. ودي بودرة الكاسترد، هاخد منها معلقتين كبار هرميين من بودرة الكاسترد. نقدر نستبدلها بايه؟ بالنشا، مفيش مشكلة خالص، ولكن ده اللي بيدينا اللون، الكاسترد. ومعايا معلقة كبيرة ممسوحة من الدقيق، ودي ما نستغناش عنها ابدا، بتخلي قوام وطعم الكريمة مختلف تماما. وعلى البوتاجاز بسيبها زي المهلبية بالظبط، بعد ما بندوبها كويس خالص على البارد بعرضها للحرارة على البوتاجاز لحد ما توصل معايا بالشكل ده. نقدر في المرحلة دي نضيف عليها كمان قطع من الزبدة أو مكعب من الشوكولاتة البيضة، مفيش مشكلة خالص. كمان عايزة أقول لكم إن بنضيف عليها 2 صفار بيضة، بس أنا ما حبيتش إن أنا أضيفهم الصراحة. خلصنا الحشوة ونبدأ نعمل الفطاير الجميلة بتاعتنا. معايا في البولة وتكون جافة ونضيفة تماما، أنزل فيها بنص كيلو من الدقيق منخول وجاهز طبعا، عليه بربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الحليب البودر، ونص معلقة من البيكنج باودر. تمام. وبقلب المكونات الجافة كده مع بعض، وبعدين ببدأ انزل عليها بالمية الفترة الدافية. يعني يفضل دايما ان احنا في المعجنات بتاعتنا زي ما بنقول مع بعض دايما نستخدم مية تكون فترة دافية. طيب للكمية بتاعتي من الدقيق استخدمت لها قد ايه مية؟ يعني بالكوبايات المعيارية نستخدم كوباية وربع او كوباية ومعلقتين. ساعة الكوباية المعيارية اللي انا بتكلم عنها 250 ملي. بعد ما بقلب العجينه كويس جدا كده وبلمها، ببدا ان انا انزل عليها ب3 معالق كبار من الزيت. وطبعا الزيت بتاعنا بيكون طعمه وريحته كويسه، ما تكونش نفاذه علشان ما يغيرش معانا طعم المعجنات. ونعجن في العجينه بتاعتنا بقى، ونجيبها يمين وشمال ونخبط فيها كاننا شغالين بالعجان الكهربائي، يعني بس بايدينا احنا بقى، وحاجه زي الفل. بنخدمها كويس جدا، واي عجينه بنخدمها كويس بتدينا افضل واحلى نتيجه. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه جدا. معايا في البولة هنا وبدي دهنة من الزيت وبوزعها بالفرشة بالشكل ده، وابدأ ان انا الم العجينة وانزلها كويس جدا. وبدهنة برضو بنفس الفرشة بدهن الوجه بالشكل ده، وبغطيها بالبلاستيك راب. هي ما فيهاش خميرة ولا فيها حاجة، يعني مش محتاجة تخمر، لكن احنا بنريحها نص ساعة وبس. ليه؟ علشان تتفرد معانا بكل سهولة وتبقى تمام خالص. شايفين بقى العجينة بعد ما ريحت نص ساعة بس؟ ما شاء الله، لا بتختلف كتير جدا يا جماعة. هنا بقى هبدأ ان انا العجينة بتاعتي، وهبدأ ان انا اقطعها على قطع صغيرة او كور صغيرة، الاحجام اللي انت حباها. تقدري تعملي منها الكبير او الصغير اللي انت حباه. انا هنا هعمل حجم الكورة حوالي 95 جرام زي ما شايفين كده، وبنبصمها على ايدينا او على الرخامة، مفيش مشكلة خالص. وبكده خلصت كل الكمية، واللهم بارك. عملوا معايا 9 قطع. بقول لكم هنا ان اللي في النص دي اكبر شوية، يعني اكبر من الكمية الباقية. ببدأ ان انا ادهن كل واحدة بالزيت من على الوجه بالشكل ده، علشان طبعا ما تنشفش مننا خالص. وكمان هنغطيها دلوقتي بالبلاستيك ريب علشان خاطر ما يوصلش ليها اي هوا تماما. احنا بنحافظ على العجينة بتاعتنا علشان الوش بتاعها مش يشقق ولا اي حاجة تماما. وبغطيها بالبلاستيك ريب واسيبها كمان 10 دقايق بالشكل ده قبل ما ابدأ في الفرد بتاعها. ومعايا في الحشوات اللي هنستخدمها جبن مبشورة، دي شيدر، ما شاء الله جميلة جدا. طبعا تقدري تستخدمي اي حاجة تانية. ومعايا كمان الحشوة التانية معانا، ما شاء الله اللهم بارك، حشوة الدجاج. عملت فيها ايه؟ زي ما استخدمناها في النجريسكو قبل كده، قطع من البانيه الصغيرة متقطعة قطع صغيرة خالص، وشوية من الفلفل الاخضر الاحمر اللي انت حباه، وبصلاية، وبشوحهم على البوتاجاز. ومعايا هنا الكاسترد، الكريمه اللي احنا عملناها سوا مع بعض. وطبعا بقول لكم هنا لازم نغطيها كويس جدا علشان الوش بتاعها مش ينشف مننا تماما. وهنا نبدأ ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا او الفطاير على المفرش. بنحط شوية من الزيت، ونبدأ ان احنا نضيف القطعة بتاعتنا من العجين. وحابة اقول لكم انا كنت هنا بستخدم المردانة، قلت استخدمها معاكم، ولكن اللهم بارك العجينة مش بتحتاج تماما. العجينة بتتفرد بكل سهولة، باخد من جوه لبره، يعني بفرد العجينة بتاعتي من جوه لبره، وبعد كده بفرد الاطراف كويس جدا علشان خاطر تبقى متساوية معايا ومظبوطة.
تمام. بعد ما فردتها كويس خالص وما شاء الله بقت مظبوطه وتمام، ببدا ان انا اضيف الحشوه. وضفت في البدايه الحشوه بتاعه الدجاج. وبقول لكم هنا بندي معلقه كده من السمنه، يعني بنوزعها على الفطيره كده، بتدي طراوه ليها برضو جميله جدا. ولو انت بتفردي بالسمنه بتبقى سهله وجميله جدا معاكي. هنشوف مع بعض في الفطاير اللي هنفردها سوا. ركزوا بقى معايا في طريقه لف الفطاير. في البدايه ببدا ان انا اقفل كويس جدا على الحشوه، وبعد كده بلفها رول بالشكل ده. وبعد ما بلفها رول، واهم حاجه ان الحشوه بتاعتي ما توصلش للاطراف تماما، ببدا ان انا الفها زي الحوايه او زي البقجه كده. ما شاء الله بتكون جميله خالص. وطبعا الطرف الاخير بنزله من تحت. شايفين بقى شكلها بجد جميله خالص. وهنا معايا الصاج مدهون بالزيت، ماده دهنيه زيت بسيط جدا، حاجه بسيطه خالص. وابدا ان انا ارص عليها الفطاير بتاعتي. وهنعمل كمان واحده مع بعض. وعايزه اقول لكم كمان نقدر نغير في الحشوات خالص، يعني تقدري تستبدلي. مثلا احنا عملناها مع بعض قبل كده باللحمه المفرومه العصاج، المره دي عملناها بالفراخ. والجبن تقدري تستخدمي كمان لانشون، روز بيف اللي انت حباه، او السوسيس. بس حاجات لازم تكون مفرومه ناعم علشان تتلف معاكي بالطريقه الصح جدا. وهنا بقى القطعه التانية من العجين هنحشيها بالجبن بالشكل ده. وزي ما بقول لكم اهم حاجه انها ما توصلش للاطراف تماما. والحشوات الحلوه نقدر نستبدل كريمه الكاسترد بالنوتيلا، الشوكولاته النوتيلا، الشوكولاته القابله للدهن، مفيش مشكله خالص، او بالمربى. لكن ما نزودش كتير لانها الصراحه ظبطت الدنيا في الفرن معايا. وببدأ ان انا الفها بنفس الطريقة زي ما شايفين مع بعض. والطرف الاخير بنزله من تحت بالشكل ده. بتتعاملي مع العجينة طرية لينة تحفة جدا. وطبعا الزيت مادة بتساعدنا كتير ان احنا نفرد بكل سهولة. شايفين هنا بقى اللهم بارك الخمس قطع من الفطاير. وبكمل باقي الفطاير بتاعتي. عايزة اقول لكم بقى احنا مش بندخل الفطاير الفرن على طول مجرد ما نخلصها ونحشيها، لا احنا لازم نسيبها تريح كمان ربع ساعة او نص ساعة قبل ما ندخلها الفرن. كل العوامل دي بتخلي معاكي الفطاير ناجحة جدا، تسويتها مظبوطة جدا، وطعمها رائع. وعايزة اقول لكم كمان لو مثلا لقيتي فيه بعض القطعات الصغيرة او القطع البسيط اللي موجود في الفطاير، ما تشيليش هم خالص، عادي جدا ومش بتبان تماما وقت التسوية وبتتدرى خالص. لكن العجين لو بيتقطع منك بكتير جدا اعرفي ان هو مش مرتاح معاكي خالص. يعني كل ما بنريح العجينة كل ما بتدينا النتيجة المظبوطة تمام زي ما شايفين كده. وبالطريقة دي خلصنا كل الكمية بتاعتنا. اللهم بارك. معانا هنا الخمس قطع الاولى. وبعد ما ارتاحوا معايا تماما ببدأ ان انا ادهنهم بالسمنة من على الوجه، السمنة او الزبدة اللي انت حباه. لكن مع الفطير يفضل نستخدم السمنة. وكل ما بنستخدم السمنة بتكون سايحة اكتر، كل ما بتاخد معانا كمية قليلة ابسط من لما نستخدمها مجمدة. هنا ببدأ ان انا ارش على الوجه بقى شوية من السمسم وحبة البركة. ومعايا الاربع قطع من الفطاير، يبقى كده ما شاء الله اللهم بارك 9 قطع. وببدأ ان انا ادخلهم الفرن على درجة حرارة 190. الفرن مسبق بالتسخين من قبل منها علشان لازم يكون سخن جدا. لو دخلنا الفطاير على فرن بارد هتنشف مننا ومش هتكون كويسة خالص. واللهم بارك طالعة معايا مورقة وتحفة جدا، طرية تحفة. اول ما بتطلع من الفرن على طول نغطيها بفوطه كده علشان تفضل معانا طريه وجميله خالص. ودي كده الفطاير، جربوها بجد طعمها تحفه قوي قوي قوي. لما تجربوها هتحبوها خالص. كمان الشكل مختلف وجديد، اولادكم هيحبوه. عاوزه اقول لكم بقى ان حشوات الحادق دي تحفه جدا في كل الاطعم، بجد بجد تجنن بجد. اما بالنسبه لحشوات الحلو فالصراحه انا حسيت ان الفطاير اللي بكريمه الكاسترد يعني كاني باكل وبشم ريحه الفطاير الحلوه اللي بنشتريها من بره، بالعكس وعلى احلى وانضف كمان. بجد جربوها هتحبوها جدا. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم حبايبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم ان شاء الله مني كل جديد. والسلام عليكم.